اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم طاجن باميه باللحمه في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه، واللحمه طالعه بجد دايبه، طعمها حلو قوي وريحتها خطيره. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. محضره عندي حله على النار، نزلت فيها بمعلقتين من زيت الذره مع بصله صغيره مفرومه ومعلقه من الثوم المفروم. هقلب فيها لحد ما تديني اللون الذهبي. هنزل عليها بقى في حدود نص كيلو من الباميه، انا مفرزناها، الباميه دي متفرزنه زي ما انت شايفه بالشكل ده. نزلت عليها بقى بقطع من اللحمه هنا مسلوقه نص سليق. نزلت عليها بعد كده بكوبايتين من عصير الطماطم. هكون محضره عندي نص معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح، لان انا مش محدقه الشوربه اللي انا هبتدي اسقي بيها الباميه. هبتدي اقلبها بقى واسيبها على النار تاخد غلوه. بعد كده هنزل عليها بكبشتين كبار من الشوربه واسيبها تغلي تاني كمان غلوه. وبعد كده اكون محضره عندي الطشه بتاعه الثوم والكزبره، محضره عندي الطاجن يكون سخن. نزلت فيها بالباميه عليها الطشه بالثوم زي ما انت شايفه بالشكل ده، مش عايزه اقول لك على الريحه. نزلت فيها بقرن فلفل، وقرن الفلفل ده اختياري. بعد ما دخلتها الفرن اخدت في حدود ساعه، طلعتها من الفرن زي ما انت شايفه بالشكل ده. مش عايزه اقول لك على الريحه والطعم حكايه. اللحمه مستويه جدا لان انا طبعا سلقتها نص سليقه زي ما انت شايفة بالشكل ده. طعمها بجد خطير، هتشرفك في اي عزومة هتعمليها. الطشة اللي انا عملتها بتاعت الثوم والكزبرة دي بجد نقلتها في حتة تانية خالص، طعمها خطير وريحتها تحفة. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها، هتعملي احلى طاجن بامية باللحمة في الفرن، طاجن صعيدي. ممكن تعمليها في صينية عادي، بجد طعمها خطير وريحتها تحفة. لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. واستنيني في وصفات تانية كتير مع مطبخ فوفا، وألف هنا وشفا. السلام عليكم.